يا مساء الخير على احلى متابعين قناة مطبخ نيرو. عملت بقى النهاردة طاجن رز معمر، عملته بطريقة حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. وعملت كده اجنحة الفراخ، عملتها بطريقة حلوة قوي. بصوا هي دايبة قد ايه، تطلع من العظم بتاعها وطعمها حلو قوي. واحلى حاجة ان الاكلة كلها ما خدتش معايا، ما كملتش 10 دقايق، كنت مجهزاهم وحطيتهم في الفرن، ما خدتش معايا وقت خالص. تعالوا بقى كده نسمي بسم الله ونشوف عملناها ازاي. انا فرمه في الخلاط دي طماطميه وبصلايه. هنزل بقى كده هنا بخل، شويه خل كده وليمونيه. نزلت برضو بكوبايه زبادي، التوابل ملح، بهارات فراخ، كمون، فلفل اسود، بابريكا، بهارات مشكله. هنزل بقى بالتوابل كده. هنزل برضو كده كمان بمعلقه صلصه، وانزل كده بشويه زيت زيتون. حابه تحطي زيت عادي مفيش اي مشكله. وبعدين انزل بقى بجناحه الفراخ، هي كانت على بعضها كده الجناح مع الحتة دي، فانا حطيتهم قطعتهم كده فصلتهم عن بعض. الفراخ دي انا كنت نقعها برضو في شوية دقيق وشوية، وعصرت كده ليمونتين وشوية ملح وشوية سكر، واقلبهم بقى كده مع التتبيلة. انا حطيت برضو رشة سكر، ممكن تحطي برضو بدلها شوية عسل ابيض، معلقة عسل ابيض. تمام. وحطيت برضو شوية زيت زيتون، ممكن برضو تحطي بدل الزيت الزيتون زيت عادي. هحطها بقى كده لمدة ساعة في التلاجة عشان تشرب كده من التتبيلة. هعمل بقى كده شوية رز معمر جنب أجنحة الفراخ. الرز ده أنا سايباه بقالي ساعة في مية من الحنفية كده عادية. وده برضو لبن مغلي كده هنزل بيه، كيلو لبن. هحط بقى كده معلقة ملح، هنزل بقى كده بمعلقة ملح وأقلب. هحط كمان رشة ملح كده، طبعا ظبطي الملح على حسب ما انت تحبي. هحط بقى كده معلقة زبدة كبيرة. كده الفراخ انا سبتها لمدة ساعة في التتبيلة زي ما قلتلكوا. هحطها بقى كده في الفرن على اعلى درجة حرارة، هي والرز المعمر. هحطهم على الرف، اخر رف خالص اللي هو عند الفرن. وهشغل برضو الشواية، هشغل الفرن من فوق ومن تحت. انا عندي في الفرن بتاعي دي التسوية المظبوطة، لان الحرارة فيه مش عالية قوي. طبعا انت الحرارة بقى ظبطها على حسب فرنك. هحطهم بقى كده في الفرن كده. ما شاء الله اللهم بارك، صينيه الاجنحه طلعت اهي من الفرن. بصوا انا حمرتها كده من الوش، وبعد كده قمت قلباها عشان برضو تبقى متحمره كده من ناحيتين بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك طعمها حلو قوي. وبرضو طاجن الرز المعمر طلع اهو من الفرن برضو. احلى حاجه ان الاكله جميله وما خدتش معايا وقت خالص، وعملت احلى اكل ما كملش يا دوبك. عملت الفراخ معاكم وعملت طاجن الرز وحطيتهم في الفرن وخلصت كده. اكله جميله وفي نفس الوقت ما تاخدش معايا وقت خالص. جربوها بقى بطريقتي وان شاء الله تعجبكم، لان فعلا طريقتها حلوه قوي. كده بقى خلصت الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.